غاديين من 44 دوله، اكثر من باخره واحده من كل دوله، يعني راه غادي نوصلوا شي 100 تقريبا ديال البواخر اللي غاديه متوجهه باتجاه غزه لفك الحصار على غزه، لانه بعد التقتيل، بعد التدمير ديال البنى التحتيه، اليوم السلاح ديال التجويع ديال هاد الناس الذين يمارسون حرب اباده ضد اخواننا في فلسطين، والذين يقومون بجرائم، يعني جرائم حرب. والمشكله هو ماشي بعض اليهود الذين هم ضد، بالفعل خصوصا المتدينين منهم ضد هذا الشيء اللي كيوقع في غزه، ولكن استطلاعات الراي كتبين بانه اكثر من 80% من الاسرائيليين هما مع هذا الشيء ديال الاباده، وانهم باغيين ياخذوا الارض اسرائيل الكبرى. وهذا ولهذا التضامن الدولي اليوم اكثر من اي وقت مضى حنا محتاجين ليه. ومشاو مغاربه، مشاو من كل الدول العربيه والمغاربيه وكذلك الدول الاوروبيه، يعني وداو معاهم الدواء والاكل وكذا من اجل فك الحصار على غزه، لانه مشات باخره وحده هذيك حنظله ولا الباخره الاخرى اللي كانت سبقتها كانت فيها ريما حسن، هذوك دغيا قبطوهم وداروا في الحبس. دابا لا مشات 100 باخره، اسرائيل ما عندهاش هذه الامكانيه باش انها يعني تاخذ هذه البواخر كلها وانها تسجن الناس، وخدامه بالخوف. واللي عجبني اليوم هو انه هذوك لي دوكر اللي خدامين في جنوبا في ايطاليا قالوا غير لا تقطع علينا الخبار على هذا الاسطول اللي غادي من اجل فك الحصار على غزه، الا تحبس علينا الخط 20 دقيقه غنحبسوا الاقتصاد العالمي كله، ما كاينش شي ميناء اللي غتخرج منه شي حاجه.